اهلا وسهلا البنات. كما كتشوفوا كنت باركه قلت نوض ندير واحد الكيكه للكوتي. كيكه بسيطه عاديه ما كتاخذش وقت كبير، نشربوها مع كويس اتاي ولا كاس القهوه. كنحتاجوا ليها 3 البيضات، كاس لاروب ديال سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، كاس الحليب. هنا عندنا ساشي ديال الكاكاو، 2 خمارات والطحين على حسب الخليط. ناخذ واحد الاناء نديرو فيه هذا البيض ديالنا، انا ما عنديش فاني، غندير النكهه ديال الحامض باش تحيد لي هاد الزنخه ديال البيض. غادي نخلط هادشي مزيان وغنرجع معكم. نضيفوا ليه بعدا سنيده، من بعد ما خلطو غنضيف ليه هاد الزيت بهذا الشكل. خلطو جيدا، نضيف له هاد الحليب، انا الكيكه راه كنضيف الدقيق على حسب يعني الخليط. هنا راه درت دابا 5 عامرين، غنضيف لهم هاد الساشي ديال الخماره، نزيد هاد الثانيه، خلطو مزيان. المول راه تقدروا ديروا اي مول عندكم، انا غادي نشوف اين واحده غادي نستعمل. مازال غادي نزيد، درت 5 ها 6 ها 7 8 عامرين. ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه اللي تهبط لينا. خلطوا مزيان كما قلت لكم. هذه راه حتى انا شي واحده هكا على غفله دغيا نخلطها، ما نجي فين نعمر هذاك براد تاتاي تتكون طابت. نزيد واحد المعلقه، يعني بحال 10 المعالق يكونوا عامرين. انا غادي نخلط مزيان وناخذ واحد شويه نزيد عليه الكاكاو. من بعد ما خلطتها غادي نحيد واحد شويه هنا بالتزيين، صافي. هذه غادي نزيد عليها هاد الساشي ديال الكاكاو. كيف تقدروا ديروا الاخر اللي ديال العبار، انا كنفضل هادو كتجيني النكهه ديالو زوينه. غنخلط هادشي مزيان. انا دهنت المول، اختاريت هذا دهنته بالزبده، وهنا راه خلطت هذه اللي غنزوق بها. شعلت الفران يسخن، يكون سخون. غنزيد دابا هاد الطبقه، حاولوا نوزعوها. نزيدو هاد الطبقه اللي غتكون الوسط بهذا الشكل. حاولوا نوزعوها. راه كتجي زوينه هاد الكيكه. من بعد نضيفو هذه اللي بقات،
غادي ندير الشوكولا جات شويه عاقده على البيضه. انا غادي نحاول نكمل ونرجع معكم. انا عندي هاد شويه ديال الزبيب غنزيدو لها هكا من الفوق، يعني تقدروا تستغناو عليه. صافي وغندخلها طيب. من بعد ما كطيب الكيكه ديالنا، انا عندي هنايا واحد الكونفيتور ديال الفرامبواز راني سخنته شويه، كنضيفو بهذا الشكل باش كتشربوا الكيك. غنزوقها بشويه الكوك من الفوق، غير انا بغيت غير نزيد هاد الاضافه من الفوق وصافي. ما حنا نقدروا نستغناو عليها ونقطعوها دي مورسو غير هكايا، غير بشوكولا وصافي. هي هكا يعني مزوقه راسها. صافي غادي نخليها تشرب مزيان هاد الكونفيتور هذا ديال الفرامبواز، راه زوين. كيف تقدروا ديروا ديال هذا ديال المشماش، انا هذا هو اللي متوفر عندي وانا كيعجبني. انا غنصبر عليه شويه يبرد ونزيد عليه هنايا الكوك. راه عندي الكوك وتشوفوا الشكل النهائي ديالو. كما كتشوفوا من بعد ما زينتها فاش كتجي على هذا الشكل، خليتها حتى بردات كتجي زوينه. انا نقطع لكم منها مورسو تشوفوها من الداخل. هاد الفرامبواز فين تهبط كتجي على هذا الشكل، راه باقا سخونه شويه، كتجي مفشفشه رطيبه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وباي باي عليكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.